السلام عليكم. فيديو جديد على قناة ايزي كيتشن. الرنج ما بيختلفش عليها اتنين، طبعا ما فيش حد ما بيحبهاش. انا جبت اوردر من عند ام مكة، طبعا عارفينها اللي هي بتاعت الفسيخ والرنجة، وقلت لازم اقول لكم رأيي فيه بكل وضوح وبكل صراحة. شايفين دي الرنجة هي اللي انا جبتها، وهوريكم كمان دلوقتي الكيس اللي هو بتاع الخاص بيهم يعني، عشان تتأكدوا ان الاوردر من هناك. وان شاء الله اقول لكم خلال الفيديو ده رأيي فيها بكل وضوح وبكل صراحة. مبدئيا كده انا جبت الرنجة من هناك، كان سعر الكيلو 195 جنيه. ادي الكيس بتاعهم اهو الخاص بالمحل، شايفين الكيس بتاعهم. انا جبتها كده، ومن جوه برضو في كيس برضو شفاف ابيض، وده الصح يعني انه ما يتحطش في اي حاجه لونها اسود، اكياس السودا والحاجات دي طبعا لا، لان دي اغذيه فما ينفعش تحط في الا في الاكياس البيضه دي. اهي بالمنظر ده كده، وجواها الكيس ده زي ما قلت لكم. طبعا انا جبت كيلو وشويه، جم 3 رنجات عشان دول حجمهم كبير زي ما انتم شايفين كده. الكيلو عدى الكيلو يعني، وكام جرام كده. جم 3 رنجات، الكيلو ب195 جنيه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اهي قوامها حلو، مش طريه ولا ناشفه يعني، ممتازه الصراحه، قوامها ممتاز يعني، مثالي، قوامها حلو جدا. وريحتها كويسه مقبوله، ما فيهاش اي ريحه غريبه ولا ريحه وحشه خالص. وانا ماشيه بقى طول الفيديو كده هفتكر بقى الحاجات اللي برضو اللي انا ممكن الفت نظركم ليها، اللي هي ما عجبتنيش، بس دي اذواق برضو، وانتوا ليكم مطلق الحريه. بصوا انا كده هوريكم ازاي ان انا بخليها زي ما بتجيبوها كده من عند الراجل بتاع الفسيخ. بشيل الراس والزعانف بتاعتها والديل، وبفتحها وبشيل الجلد خالص، ويا دوبك بتبقى ايه جاهزه على الاكل. ويستحسن تستخدمي المقص فيها، ما تستخدميش سكينه، عشان خاطر بيسهل عليكم ومش بيهريها، بيخليها محتفظه بقوامها كده وبتبقى جميله. بصوا بقى انا لما فتحتها اتفاجئت الصراحه بالبطروخ اللي فيها. يعني عايزه اقول لكم كده، اتضايقت بجد، لاني مش يعني الرنجه غاليه مش رخيصه. الرنجه بره بتتباع ب150 وب155، فدي ب195. انا كنت متوقعه ان البطروخه بقى يبقى اللي هو المرمل الكبير ده، لان من مواصفات الرنجه الحلوه البطروخ بتاعها يبقى كبير ومرمل، وبتبقى اغلى كمان على فكره. يعني الرنجه اللي هي البطروخه بيبقى مرمل وكبير، بتبقى اغلى من الرنجه العاديه. بصوا يعني طلع حته صغننه كده خالص لا تذكر يعني، ولا كانها بطروخ اساسا، كانها حاجه ضمن الاحشاء الداخليه. عادي. الحته دي ممكن ناس ما تحبش البغريخ ولا حاجه، بس انا علقت الملحوظه دي لان برضو الحته دي برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش يعني، انا بعتبرها من العيوب ان انا لقيتها في الرنجه دي. همسح بقى جوه كده بمنديل، لان طبعا عارفين ان الرنجه ما ينفعش يلمسها ميه خالص عشان الزفاره، فانت كل تعاملك معاها هيبقى بالمناديل المطبخ فقط لا غير. واشيل بقى اللي هي الحاجات السمراء اللي بتبقى في الجناب الصغنونه دي، شايفين الاغشيه دي طبعا بتتشال بتتنضف كويس جدا اهي. بصوا بقى اما افتحها من جوه اهي، هي قوامها متماسك وريحتها حلوه. ولكن انا عايزه اقول لكم بقى على حاجه، التدخين فيها مش مظبوط يعني، ما تحسيش ان هي ريحه الرنجة القويه المدخنه دي لا. انا كده شلت السلسله اهي خالص بالشوك بتاعها، تشيليها بالراحه عشان خاطر تطلع كامله، وبالشوك اللي في الجناب يمين وشمال عشان تبقى فيها حاجات بسيطه خالص يعني كده، يبقى انت كده تخلصي بنسبه كبيره من الشوك اللي فيها. هوريكم برضو دلوقتي اشيل الجلد ازاي. ارجع تاني برضو واقول لكم ان التدخين بتاعها مش يعني مش قليل، حاسه ان هو قليل. حتى لونها بصوا تحس انها فاتحه مش مصفره كده زي الرنجه اللي بنجيبها، تحس انها مش واخده حقها في التدخين، في التسويه يعني طريقه التسويه. طبعا انتوا عارفين الرنجه لازم طريقه التسويه بتاعتها التدخين. فهي بصراحه يعني ريحتها مش قويه قوي زي الرنجه اللي انتوا عارفينها المدخنه كويس، وكمان لونها كمان فاتح، مش الرنجة المصفرة الحلوة دي اللي احنا عارفينها برضو لا. ودي برضو من الملاحظات اللي انا لاحظتها عليها. انا كده شلت اللي هي الجلد اهي، يا دوبك بس تحاولي تبدأي من الديل من تحت، تفصلي ما بين اللحم وما بين الجلد بايدك كده او بسن السكينة، وتروحي شادة كده مرة واحدة، هتلاقيها طلعت كلها لحد اخر الرنجية، وبقى عندك بس اللحم. يبقى انت كده شلت الشوكة وشلت الجلد.
ما يبقاش عندك الا اللحم بس. والحته الجلده اللي بتطلع فيها اللي في الجنب دي كده كده اصلا من الحاجات اللي احنا بنشيلها في الرنجه، فاحنا كده ما هدرناش يعني ولا حاجه. بصوا كده بقت عندي نظيفه زي الفل اهي، ما فيهاش اي حاجه. واعتقد برضو لونها حلو، مش غامقه من جوه، لونها كويس. وقلت لكم كمان يعني ما فيهاش اي ريحه غريبه، ما فيهاش اي ريحه وحشه، دي الريحه العاديه بتاعه الرنجه. وكمان كنت عايزه اقول لكم ايه، ملحوظه كمان، ملحها حلو، ملحها يعني يعتبر قليل، جميله دلع الرنجه، الدلع دي بتبقى حلوه. فدي برضو من الحاجات الحلوه اللي عجبتني فيها. برضو هشوف لكم كمان واحده كده اعملها لكم، اشيل لكم الجلده عشان تشوفوها كده. انا بقصها بالمقص برضو اهو، انا خليت دي بالجلده بتاعتها عشان اللي بيحب كده ياكل بيحب كده ياكل. وقلت لكم برضو المقص مش بيهدر، السكينه بتخلي الحاجه تتهري منك، فكده افضل خليكي بالمقص بتاع المطبخ، افضل في الرنجه تديكي نتائج حلوه قوي. هعمل لكم كمان واحده برضو هي اشيل لكم منها الجلده عشان اللي ما شافش المره اللي فاتت. اهي هتفصلي اول حته بالراحه كده، بعد كده تروحي شد كده خلاص. اظن انا كده قلت لكم المميزات والعيوب، ولكن انا شايفاها انها سعرها غالي بالنسبه انها ما فيهاش بطروخ ولا حاجه، يعني الرنجه بره ب 150، فاحنا مش كل حاجه غاليه تبقى ممتازه بقى وبيرفكت، ومش كل حاجه رخيصه تبقى وحشه. فانا قلت لكم رايي بصراحه فيها، ولا بدون اي مصالح ولا اي رياء، الحمد لله. كده احنا خلاص خلصنا. نحط بقى شويه زيت وليمون وخل وشويه بصل، طبعا نظبط كده الطبق بتاعنا، اللي عايز يحط طحينه يحط، واللي مش عايز براحته. بصوا لما اتقصت بالمقص طلعت حلوه ومظبوطه ازاي. ادي بقى البطرخ اللي طلعت منها، ولا لا تذكر يعني، ولا كانها موجوده اصلا، صغنونه خالص. ودي برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش فيها. خلاص كده يعتبر الفيديو بتاعنا خلص، وانا قلت لكم الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها لكم بكل امانه، لان طبعا الموضوع طالع بقى ايه، مشهور، فسيخ ام مكه والرنجه بتاعت ام مكه، فانتوا ليكم مطلق الحريه. طعمها حلو وملحها قليل وقوامها حلو جدا، ولكن بقى انا قلت لكم على العيوب خلال الفيديو. انا بصراحه كنت هجيب فسيخ، ولكن انا لقيت البرطمانات اللي هي الكيلو، وانا ماليش فيه قوي يعني، كنت عايزه البرطمان النص كيلو المخلي. ف... فما لقيتش، فقلت بقى المره الجايه ان شاء الله، فان شاء الله المره الجايه هحاول اجيب البرطمان اللي هو الفسيخ النص كيلو، برضه اعمل لكم عنه ريفيو عشان تبقوا برضو عندكم خلفيه. خلاص كده انا حطيت شطه وزيت وخل وبصل وليمون. اظن كده الدنيا بقت تمام جدا. ادي خل اهو، بيبقى حلو قوي. ولو وصلتي معايا لحد هنا بقى ما تنسيش تحطي لي اللايك. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام عليكم.